بطل الدوري السنه هذه ان شاء الله. والله بطل الدوري احنا ما نعلم الغيب، بس اتمنى انا اقول لك دا مني انا وحداوي اتمنى الوحده ان شاء الله. والتوقع نادي التوقع اللي وصل من شباب الاهلي، لان شباب الاهلي شفت المباراه اللي طافت حسيت ان عندهم مدرب قوي افضل عن المدرب الموسم اللي طاف، ولاعيبه الاهلي تحرروا في هذا بيكونوا متحررين في الموسم هذا. بالنسبه لافضل صفقه لاعب مواطن منو تشوف؟ علي مبخوت ما غيره. هم شوف في اثنين مواطنين اليوم قليل. صحيح. ما في مواطنين حاليا، عندك علي مبخوت وعندك طحنون الزعابي، بس علي مبخوت يعني. وافضل صفقه لاعب اجنبي يعني حسب رؤيتك الفنيه؟ اذا تبى الصدق ما في اسامي ضافت حق الفرق. سردار لاعب شباب الاهلي. سردار ممكن تقدر تقول بالوحيد. سوري انا نسيته. سردار، خلينا نقول سردار من غير ما نقول اي شيء ثاني. الله يعطيك العافيه يا كابتن، مشكور. شكرا حبيبي. السلام عليكم كابتن عبد الرحيم. بس ابغى توقعاتك، منو تقريبا بطل الدوري السنه الجايه حسب توقعك؟ صعب ما عليه فريق ممكن. شوف والله الامانه يعني عندك العين راح يرجع بقوه، الاهلي راح يرجع بقوه، شباب الاهلي الوصل راح يعزز من صفوفه ويحتفظ باللقب، ايضا راح يكون منافس قوي. هذول ثلاثه يعني نية الأربعة وخمسة وستة. عندك الوحدة، عندك النصر قدم مستوى، عندك الجزيرة، يعني ما بين الستة السبع فرق هذه. 6 7 فرق هذه. نعم. افضل صفقه لاعب مواطن من تشوفها؟ افضل صفقه مواطن كانتقال؟ ايه للحين صارت الميركاتو هذا. والله شوف علي مبخوت طبعا يتقدم الكل من كل النواحي، افضل هداف، اسطوره الامارات في كره القدم للامانه، يستحق. فهي تكون بالنسبه لنا احنا يعني اقوى صفقه لاعب مواطن. وبالنسبه للاعب اجنبي تشوف منو اقوى صفقه؟ والله حاليا لان الحين اعتقد الصفقات بعدها يعني ما شو رايك لاعب شباب الاهلي سردار أزمون من روما؟ لاعب كبير واضافه كبيره للشباب الاهلي. ممكن احنا نقول اقوى صفقه حاليا، لكن ما نعرف شو اللي جاي، يعني في مفاجات جايه. في مفاجات ان شاء الله. يعطيك العافيه يا كابتن. شكرا.